القصة الحقيقية في الفيديو ده للأسف هتهدم جزء من طفولتك وتغير فكرتك عن مسلسل كرتون شهير بيمثل جزء مش قليل من طفولتنا، فحقيقته هتصدمك وترعبك وكأنها فيلم رعب حقيقي. كرتون السنافر اللي حبيناه وتابعناه بشغف عشان شخصياته اللطيفة، وخصوصا سنفورة البنت الوحيدة بين كل السنافر الولاد، شرشبيل الشرير اللي كرهناه بسبب كرهه للسنافر، وقطه اللئيم واللي كان دايما بيحاول يصطاد السنافر عشان ياكلهم ويكون عنده قوة سحرية خارقة. لكن تفتكر الذكريات الوردية دي هتفضل موجودة جواك بعد الفيديو ده؟ خلينا نشوف. قصة شرشبيل الحقيقية. بترجع قصة شرشبيل الحقيقي للقرن ال13 في إسبانيا، لطفل من أسرة فقيرة جدا. أهله سابوه قدام باب كنيسة عشان تاخده الكنيسة وتربيه ويطلع كاهن طيب بيحب الخير لكل الناس وعايز يقضي على كل أنواع الشر في العالم، حتى إن ملاك الموت اتجسد في شكل قط بحسب الرواية، وهو قط شرشبيل اللي كان دايما معاه عشان يساعده إنه يمسك السنافر ويخلص منهم. مين هم السنافر وإيه هي صفاتهم المرعبة؟ السنافر هم في الحقيقة عبارة عن أشباح شريرة هايمة في الأرض بتجسد الخطايا السبعة في الإنجيل، وهي الجشع والشراهة والكسل والغرور والحسد والغضب والشهوة اللي بتمثلها سنفورة. طبعا كلنا فاكرين ازاي كان بيحبها وبيعشقها كل السنافر. والجشع كان بيتجسد في الصنفور الطماع، والشراهة هي شراهة الأكل في صنفور أكول، والكسل في صنفور كسول، والغرور كان متجسد في صنفور مغرور واللي كان دايما يمسك المراية ويبص لنفسه ويتباهى بجماله. وطبعا ما نقدرش ننسى الغضب في صنفور الغضبان، والحسد اللي كان بيتجسد في صنفور الفضولي اللي كان بيحب يعرف كل حاجة حتى لو ما تخصوش. وأما بابا صنفور وطاقيته الحمراء فكان بيمثل الشيطان اللي بيثير غرايز البشر وخطاياهم بالخطايا السبعة دول، وطاقيته الحمراء اللي بتدل على الجحيم. إزاي اتغيرت أحداث كرتون السنافر؟ على مدار سنين طويلة كانت القصة الوحيدة والأصلية اللي معروفة للناس كلها كاهن طيب بيحارب كائنات زرقاء بتجسد الخطايا السبعة، لحد ما جه الكاتب بيير كوليفار كتب قصة السنافر لأول مرة وهدفه كان الأطفال. وقتها حول الراهب الطيب لساحر شرير، وحول السنافر الشريرة اللي بتمثل أسوأ الصفات البشرية واللي كانت بتتفق جميع الديانات على ضرورة التخلص منها لكائنات مظلومة ملائكية مسالمة بشكل طيب ومحبوب. فبدل ما يتجنب الأطفال الجشع والغضب والغرور والحسد والشهوة، أصبحت الأطفال عايزين يكونوا زي السنافر، فبقى كل طفل ياخد شخصيته من المسلسل كمثل أعلى ليه. عشان كده بقى الكرتون العادي والمناسب لأطفالنا بنسبة كبيرة هو السبب في تغيير وعي أطفالنا وتسميمها من غير ما ناخد بالنا.